هددوا أنفسهم بأسوار من أبنائنا ومن دمائنا ومن مقالنا ومن سيوفنا ومن دروعنا، ثم من قوانين سنوها وشرعوها لحماية الآخرين ولإذلالنا ووضعنا بالسجن. فإذا تحدث أي منا في قضية وطنية قيل أنه تجاوز الخط الأحمر. أما من يبيع الوطن ويبيع تراب الوطن ويهلك الحرث والنسل ويجعلنا أشتاتا فهذا لا يتجاوز الخطوط الحمراء ولا يتطاول. وإننا قد قيل عنا يجب أن نكون الدون وغيرنا الأعلى، وبالتالي فكأن هؤلاء القوم يؤمنون بأن هناك جينات متميزة متفردة متفوقة علينا، وأننا أصحاب الجينات الدنيئة الصغيرة التابعة وليست المدفوعة. وهذا لعمري شيء مخالف للعقيدة والشريعة والتاريخ والحاضر والمستقبل. ولكن المشكلة فينا نحن الأردنيين أن أولئك الذين يقولون أنهم حماتنا وأنهم فوق رؤوسنا فرقونا وشتتونا عشائر شتى ومناطق شتى، فيقال لأية جلسة من أين أنت؟ أمن شمال أو جنوب؟ أمن وسط أم شرق أم غرب؟ أمن بداوة أم فلاحة؟ ليفرقونا. وهكذا عشنا هذه الأكذوبة هذه العقود الطويلة، وكل منا يكره الآخر أو لنقل لا يحب الآخر. والآن جاء الزمن وحان الوقت لكي لا نورث لأبنائنا ما ورثه آباؤنا لنا من الخوف والخنوع والذل والمهانة وعبادة الأصنام ولعق الأحذية وتقبيل الأيادي. هذه كلها من عمل الشيطان، هذه كلها للطواغيت، هذه كلها مرفوضة. في 30/5 عام 2005 أرسلت رسالة لصاحب الأمر وهي موثقة، ودخل عليها في العرب تايمز لحالها خلال 6 أشهر 10,500,000 قارئ. قلت ما تقولوه الآن في 2005، وقلت في حينها وناديت بالملكية الدستورية، ثم نودي بعد ذلك ب6 سنوات سبق. أما الآن فلا نريد ملكية دستورية ولا نريد الوضع كما هو، نريد إعادة صياغة العلاقة من جديد بين الحاكم والمحكوم بالطريقة التي نريدها وليس نطلبها. سمعت بعض الكلمات يقول نطلب. الطلب يعني الذلة، يعني هنالك واحد فوق وواحد تحت اطلب منه. لا، نحن نطلب من الله ونريد على البشر، إرادتنا على البشر وطلبنا من الله لا نذل إلا لله. وسمعت الأخوان الطفائل وهم يهتفون وهتفت معهم من قلبي، ولكن أتمنى عليهم أن يهتفوا في المرات القادمة. ما في خوف، ما في خوف، بعد اليوم ما في خوف. نحن مشكلتنا الخوف والحياء السياسي. إذا خلصنا من الشغلتين هذولا الحياء السياسي والخوف سنستطيع تحرير بلدنا. من يقول أن بلدنا غير محتل هو يجادل الحقيقة ويجادل الواقع. بلدنا تحت الاحتلال. هل الاحتلال الأرض؟ الأرض بيعت. الاحتلال القرار؟ ليس بأيدينا قرار. الاحتلال لسيادة الوطن؟ ليس للوطن سيادة. الاحتلال لسيادة الدولة؟ ليس للدولة سيادة. وإلا كيف صحفي يوقف وصاحب الأمر يأمر ولا يستطيع إخراجه من السجن؟ إذا هنالك في البلد دائرتان، دائرة الحكم ودائرة التحكم. هل الحكم غالب على التحكم أم التحكم غالب على الحكم؟ هذا شيء محزن. نحن كأردنيين لا نقبل أن يشاركنا أحد في رأس الأسرة. أنا أبوي ما بيكون لي أبوين. إذا أنا إلي أبوين معناه أنا ابن حرام. ممكن يكون أنا أمين، أنا لا يمكن يكون لي أبوين. إلي أب واحد، إلي رب واحد، وإلي وطن واحد، وإلي عقيدة واحدة، وإلي أب واحد. وما عدا ذلك مرفوض مرفوض مرفوض. وبعدين يا أخي نستحي. ليش نستحي؟ بلادنا راحت وانباعت والتعن أمنا على أبونا، ولسه نقول والله يا جماعة الخير ليش يعني يا أخي احنا أصحاب الشرعية. نحن نمنح الشرعية ولا نمنح شرعية.
نحن أصحاب القضاء